فرض محروس الدورة الثانية. الفرض الأول لتلاميذ الأولى إعدادي والثانية إعدادي. إذن في هذا الفيديو غنشوفوا هذا الفرض هذا اللي كتشوفوه قدامكم، اللي هو فيه الدرس ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، وفيه كذلك الدرس ديال المعادلات، يعني لا ريزولوسيون دي زيكواسيون. إذا غادي نبداو في الشرح ديال هذا الدرس هذا، وغتستافدوا مزيان. هذا الفرض فيه يعني معادلات مزيانين، وفيه كذلك النشر والتعميل، يعني بعض الأمثلة اللي هي مهمة. إذا ركزوا معنا حتى الأخير باش تفهموا كيفاش تنجاوبوا على هذه الفروض بحال هادو. يلا نبداو بالعملية الأولى. إذا هنا في السؤال الأول قال لنا ديفلوبي اي سامبليفي. إذا شنو كنقصدوا بديفلوبي؟ ديفلوبي هي النشر، باش ننشروا واحد العملية بحال هذه اللي عندنا أ تساوي 2 عامل ل إكس زائد 3. كنديرو 2 في إكس زائد 2 في 3، وإلا عندنا ناقص كنديرو ناقص. إذا هنا قلنا 2 في إكس زائد 2 في 3. 2 في إكس كتعطينا 2 إكس، و 2 في 3 راه كتعطينا 6. إذا هاكا كنكونو جاوبنا على العملية الأولى. العملية الثانية، هنا بي تساوي ناقص 3 عامل ل إكس ناقص 1 على 2. إذا هنا عندنا ناقص قبل الأقواس، إذا غيبدل لنا الإشارات في الداخل. غنديرو ناقص 3 في إكس، وناقص 3 في ناقص 1 على 2. ناقص في ناقص غيعطينا زائد. إذا في الأول ناقص 3 في إكس عاد زائد 3 في 1 على 2 كما قلنا. إذا هنا في 1 على 2 كيف ما قلنا، إلا عاد تلاقى لنا ناقص مع ناقص راه كيعطينا زائد. وناقص 3 في إكس كيف ما كتعرفوا كتساوي ناقص 3 إكس، وزائد 3 في 1 على 2 كتعطينا 3 على 2. علاش 3 على 2؟ حيت هاد 3 بحال عندنا 3 على 1، بحال عندنا على 1 هنايا. دونك 3 في 1 هي 3، و 1 في 2 هي 2، وكتعطينا ناقص 3 إكس زائد 3 على 2. بالنسبة للمعادلة أولا النشر الآخر سي، هنا عندنا 2 إكس عامل ل إكس ناقص 2، غنضربو هاد 2 إكس في إكس، ونعاودو نضربو عاوتاني في 2. عندنا ناقص كنديرو ناقص 2 إكس في 2. واخا دخلنا هنايا نعاودو نكتبوها هنا في التحت. ناقص قلنا 2 إكس في، باش تبان لكم مزيان، في 2 تساوي 2 إكس في إكس جيد كتعطينا 2 إكس أس 2، ناقص 2 إكس في 2 هي 4 إكس. إذا كيف ما كتشوفوا راه العملية سهلة إلا فهمتو. إلا عندكم شي سؤال ولا أي حاجة، ولا بغيتو ندير لكم شي حاجة أخرى قولوها لي في التعليق. مرحبا. وما تنساوش تشجعونا، يعني تضغطوا على جيم وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. بالنسبة لبحال هادو اللي فيهم جزء مجموعين كنشرو بإكس هو الأول أو العدد الأول اللي عندنا، ونعاودو نشرو بإثنان في إكس في 1. إذا هنا قلنا غنشرو أولا بإكس، يعني إكس في إكس، إكس في إكس زائد إكس في 1. وفاش كنمشيو للثانية خصنا إكس في 1، خصنا فاش ننشرو بالأخرى خصنا نديرو زائد، حيت عندنا هنا زائد. زائد ماذا؟ 2 زائد 2 في إكس زائد 2 في 1. إذن هادي خصنا نكتبوها في نفس السطر. هنا غير مكفتنيش البلاصة، رجعت للسطر. إكس في إكس قلنا كتساوي إكس أس 2، إكس في 1 هي إكس يعني زائد إكس، 2 إكس زائد 2 إكس زائد 2 في 1 اللي هي 2. وهنا غنجمعو الحدود المتشابهة اللي بحال بحال، اللي هما هاد إكس مع 2 إكس غيعطيونا 3 إكس. إذا غتعطينا في الأخير هنا إكس أس 2 أس 2 زائد 3 إكس زائد 2. إذا هنا خصك دائما تجمع الحدود المتشابهة، واحد في إكس أس 2 مع واحد في إكس مع واحد مفيهش إكس ميمكنش يتجمعو، داكشي علاش تنحبسو هنايا. بالنسبة لأو عندنا هنا إكس زائد 1 عامل لي إكس ناقص 2، هادي فيها زائد وناقص. هنا هاد 1 فيها زائد، 2 فيها ناقص، يعني خصنا ننتبهو للإشارات نفس الطريقة اللي درنا في اللي قبل. غنديرو عاوتاني إكس في إكس، ولكن هنا خصنا ناقص حيت كاينة ناقص في 2، إكس في 2 ثم ضربنا في 2 خصنا نديرو ناقص. إذا هنا ناقص إكس في 2، عاد نمشيو عاوتاني لزائد 1 في
إكس ناقص واحد في اثنان. علاش درت عاوتاني ناقص هنا؟ حيت باغي نضرب في اثنان اللي هي عدد سالب واحد في اثنان. وكيف ما كتشوفوا هنايا إكس في إكس قلنا دائما كتساوي إكس أس اثنان، ناقص اثنان في إكس هي ناقص اثنان إكس. إلا بغينا نجمعهم مباشرة مع واحد إكس كناخدو إشارة الأكبر اللي هي اثنان أو الأبعد عن الصفر هي ناقص، وإذا نديرو الكبير ناقص صغير اثنان ناقص واحد هي واحد إكس، وتنكتبو غير إكس واحد إكس هي إكس، وناقص واحد في اثنان هي ناقص اثنان. إذن أنا حاولت نكتبها مباشرة باش منضيعوش الوقت. وبحال هادو اللي تيكون فيهم زائد أس اثنان ولا تكون عندنا ناقص أس اثنان هادو كيتسموا متطابقة تامة. باش نشروهم اش كنديرو؟ كنستعملو القاعدة ديال المتطابقة الهامة. اش كتقول؟ كتقول لك تدير العدد الأول أس اثنان هنا إكس أس اثنان، إكس أس اثنان زائد اثنان في العدد الأول في العدد الثاني. العدد الأول دائما هو إكس، والعدد الثاني في هذه الحالة هو اثنان في اثنان، وزائد العدد الثاني أس اثنان زائد اثنان أس اثنان. باش يبان لكم هادشي كامل هو نصغر. دابا غنديرو تساوي إكس أس اثنان كيبقى إكس أس اثنان، و اثنان في إكس في اثنان كتعطينا ماذا؟ زائد اثنان في اثنان هي أربعة، أربعة إكس، وهاد اثنان أس اثنان تا هي تعطينا أربعة. ودائما كيف ما قلنا ملي تنوصلو لحدود غير متشابهة بحال هنا ميمكنش نجمعوهم كنحبسو. بالنسبة بحال هاد العمليات الأخرين اللي عندنا هنا، إلا قال لنا فاكتوريزي، فاكتوريزي هي تعميل. باش نعملو وحدة بحال هادي اش كنديرو؟ شوفو شنو هو العامل المشترك دائما، شنو هي الحاجة اللي كتعاود. هنا إلا لاحظتو عندنا إكس إكريك ما كيتعاودش إكس ما كيتعاودش إكريك، ولكن هاد ثلاثة تسعود كيفاش ممكن نخرجو منهم عامل مشترك؟ حنا عارفين بلي تسعة هي ثلاثة في ثلاثة، دونك بحال عندنا ثلاثة إكس زائد ثلاثة في ثلاثة إكريك. دابا كيبان لينا العامل المشترك اللي هو ثلاثة، كنعملو بهاد ثلاثة يعني كنكتبوها قبل الأقواس، وداكشي اللي بقى كنديروه داخل الأقواس. كيبقى لينا هنا في الحد الأول إكس حيت عملنا بثلاثة، وفي الحد الثاني كيبقى لينا ثلاثة، كتبقى لينا هاديك ثلاثة إكريك حيت عملنا بواحد ثلاثة وحنا عملنا بثلاثة. إذا دائما شي مرات تيكون العامل المشترك باين، وشي مرات أخرين خصنا حنا اللي نبينوه داك العامل المشترك. بالنسبة لبي هنايا ما تيبانش العامل المشترك حيت عندنا خمسة و خمسطاش، ولكن تنعرفو بلي خمسطاش كيف ما قلنا هي ثلاثة في خمسة. إذا عندنا خمسة إكس، بينو العامل المشترك بعدا اللي هو خمسة في ثلاثة، وغادي نعملو بهاد خمسة هادي يعني غنكتبوها قبل الأقواس، وغيبقى لينا في الحد الأول إكس حيت عملنا بخمسة، وفي الحد الثاني غتبقى لينا ثلاثة. وملي كنوصلو هنا كنحبسوه حيت ميمكنش نحسبو هاد إكس ناقص ثلاثة اللي داخل الأقواس. هنا في السي شنو هي الحاجة اللي كتعاود؟ كنلاحظو بلي كاينة بي هنا وكاينة بي هنا، دونك غنعملو ببي. نعملو ببي شنو غيبقى لينا؟ في الحد الأول غتبقى لينا أ، هنا غتبقى أ، وفي الحد الثاني غتبقى ثلاثة ناقص ثلاثة. إلا عندي ناقص دائما كندير ناقص، إلا عندي زائد كندير زائد. بالنسبة للدي هنا دائما فاكتوريزي، كاين اللي تيشوف بحال هادي كيدير ليها ديفلوبي. السؤال هو فاكتوريزي، خصك تفاكتوريزي. كتشوف الحاجة اللي كتعاود هي هنا إكس ناقص واحد. ماشي ضروري يكون العامل المشترك عبارة عن عدد واحد، تقدر يكون عملية بحال هنا إكس ناقص واحد كاملة هي العامل المشترك. ونشوف شنو بقى ليا هنا. غتبقى ليا خمسة، وفي الأخرى غتبقى ليا ثلاثة. خمسة ناقص ثلاثة، وأنا عملتها وندوزو للأخرى. إذا هادشي اللي كاين في هاد السؤال ديال فاكتوريزي. نمشيو دابا للسؤال ديال ريزودغ لي زيكواسيون، حل المعادلات. إذا كيفاش كنديرو نحلو المعادلة بحال هادي؟ باش نحلو معادلة بحال هادي اش قلنا؟ إلا عندنا الضرب ثلاثة إكس تساوي ستة، بحال عندنا ثلاثة في، إذا خصنا نردوها للطرف الثاني. نقدرو نكتبو هنا أون ألوغ دونك إتسيتيرا إكس تساوي هنا ستة نقسموها على ثلاثة. علاش غنقسمو؟ حيت كانت عندنا هنا هاد ثلاثة فيها ضرب، ملي ما تيكون والو راه كاين ضرب، دونك غتولي قسمة وغادي تعطينا إكس. شحال كتساوي إكس؟ ستة مقسومة على ثلاثة هي اثنان. إذا كنقولو لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون إي دو، يعني اثنان هو الحل ديال هاد المعادلة. هنا ملي تيكون عندنا ناقص كنردوه للطرف الثاني اش كيولي زائد 11 زائد 9، و إكس يساوي ناقص ولا زائد 11 زائد 9 هي 20.
بالنسبة لهاد المعادلة الأخرى، هنا عندنا الزائد اش غيولي؟ قلنا ناقص كيولي زائد، وزائد كتولي ناقص، ناقص 3 ناقص 1.2. وإلا قلنا ناقص 3 ناقص 1.2 نفس الإشارة، كنحتفظو بالإشارة ونجمعو العددين كتعطينا 4.2. إذا لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون إي موان 4,2. بالنسبة لهاد المعادلة الأخيرة هنايا تلاحظوا بلي كاين إكس في الطرف الأول وكاين في الطرف الثاني، كنجمعو اللي فيهم إكس في الطرف الأول 3 إكس ناقص إكس. علاش درت أنا ناقص؟ حيت كانت زائد في الطرف الثاني مكاين فيها والو، راه بحال فيها ناقص. كنرد هاد الطرف الأول كتولي زائد كتولي ناقص، وعندنا هاد 12 بقات في نفس الطرف مكتغيرش، كنجيبو هاد ناقص 8 كتولي زائد 8. ونتبعو دائما الأعداد الموجبة والسالبة كيفاش كيتحسبو. إذا هنا إلا قلنا 3 إكس ناقص إكس كتعطينا 2 إكس تساوي 12. هنا عندنا 12 زائد 8 هي 20. وهنا عاوتاني عندنا الضرب، يعني غادي تعطينا إكس تساوي 20 على 2. 20 مقسوم على 2 اللي هي 10. وبالنسبة لهاد المسألة، المسائل دائما خصنا نحترمو المراحل. قالك هنا عيشة إي أحمد، يعني هاد المسألة غنخليوها بالنسبة للفيديو الآخر إن شاء الله. وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يستافد الجميع. كيف ما كنقول لكم دائما في كل فيديو، يعني اللي بغى نخدم معاه عبر الواتساب راه كان يشتركوا معنا التلاميذ وكنخدموا معاهم عبر الواتساب. بالنسبة للواتساب ديالي هو 06 26 34 85 89. اللي بغى نخدموا معاه ونشرحوا ليه اي حاجه ما فهمهاش مرحبا يدوز الواتساب. ها هي النمره 06 26 34 85 89. والى فيديو اخر ان شاء الله. اللي عنده شي سؤال او اي حاجه يطرحها في التعليق. ما تنساوش تضغطوا على الزر جيم باش يوصل هادشي كامل للتلاميذ الاخرين. كذلك اللي عنده شي سؤال ولا بغى شي حاجه اخرى كتبها في التعليق. ومرحبا بكم والى فيديو اخر.